غيرنا الركنه يا بنات من جنزاري لبيج، جنزاري متخيلين لبني في بيج. بصوا الجمال، بصوا بقت عامله ازاي. لو عايزين تعرفوا الحلاوه دي كلها عملناها ازاي، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من جديد، وتبدعي وتكتكي وتحلي بيتك تخليه جنه. بصوا الجمال، كانت جنزاري يا بنات، جنزاري جنزاري. بصوا الجمال. كل الحاجات دي بحاجات كانت عندنا في البيت، والله كانت عندنا في البيت. ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عملنا لكم حافظه السجاد، وعملنا اللهم صل على النبي مفرش السفره. وعايزه اغير في الركن، انا كل يوم والتاني مغيره لها قماش، كل يوم والتاني مش عارفه اعمل ايه تاني. بس المره دي بقى هي الركنه نفسها القماشه بتاعتها الكسوه بتاعتها بيج. الكسوه بيج، انا شلتها وغسلتها، شلتها من على السفنجه اهو، السفنجه اهو، شلتها وغسلتها. عايزه بقى اغير الظهر بتاعها. ليه؟ لان انا هي كانت جوه في اوضه تانية، ودلوقتي نقلتها بره، وطبعا مش لايقه مع بره خالص. كل الحاجات اللي بره بني والحيطه طبعا انتوا شايفينها كده مش لايقه. انا بقى هعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. هغير ظهر الركنه، ماشي، مع الارضيه بيج، ان شاء الله هتبقى كويس. وبرده مش هشتري حاجه، برضو مش هشتري حاجه، بحاجات كانت عندي، بحاجات كانت عندي. دي قطعه قماش كنت مستغلياها قبل كده، مش حتى مخيطاها اهوت، ماشي. كنت عامله بيها برضو شغل قبل كده، وعامله كنت عامله وعندنا طبعا برضو القماشه البني ديت. قعدت عايزاهم يظبطوا، يعني هم مش هيكفوا، بس انا هعمل ايه؟ لازم اتصرف، لازم تعرفي تتصرفي. ودي قطعه كمان اهي. وعلى فكره انا عامله من نفس القماشه دي حافظه السجاد، وهفرشها هنا. يعني هيبقى ان شاء الله، ان شاء الله من غير مقاطع، يبقى كله متناسق مع بعض، ومش محتاجين اي حاجه غير طبعا الدباسه، ماشي. مسدس الشمع يبقى عندك، الدباسه تبقى عندك، دبابيس يبقى عندك، تعملي اللي انت عايزاه، اي اختراع يطق في دماغك تعمليه، ماشي. يلا مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه. والله الموضوع مش هيحتاج اي غلبة، وبسيط جدا. يعني ممكن كل يوم والتاني تغيري قماشك، تغيري الارضيات من غير ما تشتري حاجة، بحاجات عندك. تابعوني بقى، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا هنعمل ايه. كل اللي احنا عملناه ان احنا قصينا قطعة، لا هي دي كانت مقصوصة، بس انت تقص قطعة على قد المكان اللي انت عايزة تحطي عليه، وتختاري مكان يكون حتة خشب. يعني لازم يكون ايه؟ لازم تكون خشب عشان تمسك فيها الدباس. لو بصوا لو سفنج هيطلع، لكن لو خشب هيتن ايه؟ هيتن ثابت. بس ده كل اللي احنا هنعمله. طول ما في الخشب هتتمسك. هنشيل الزيادة عشان هنحتاجها برضو، يعني احنا لو ما كناش محتاجينها ما كنت شيلتها، بس احنا هنحتاجها. بصوا يا بنات، دي كبيرة وانا مش عايزة اقصها، لو قصيتها للظهر هبقى بوظتها، انا عايزة اسيبها، عايزه اسيبها زي ما هي، عشان لو حبيت اخترع بيها حاجه تانية تبقى ايه، اشيلها من هنا احطها. هنعمل ايه بقى؟ هنكسي قدام ونسيبها لورا او لتحت الكنبه، مفيش مشكله يعني.
يا بنات هنفردها ونفردها تحت هنا كمان، تبقى تحت السفنج. معلش معلش معلش، هظبطها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن الحته اللي احنا خدناها من هنا هنكمل بيها دي. دي قطع برضو كانت عندي من نفس القماشه، كنت عامله بقى برضو حاجات هنكمل بيها ايه اللي هما الايد. ماشي، وبرضو مش هقطع دي، هغطي بيها واسيب الباقي عشان استغلها في حاجه تانية لو حبيت. انتوا فاهمين؟ المهم يبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت ما تبوظيش الحاجه. انت تظبطي زي ما انت ايه، على انت ما انت شايفاها يعني. المهم انا مش عايزه اهدر القماشه برضو، مش هقطعها، هغطي بس مش هقطعها عشان ممكن استغلها في اي حاجه تانية. تظبطي على قد ما تقدري وتدبسيها. ده كل اللي انت بتعمليه، وهنفرشها دلوقتي. بنلبسها اهو. ماشي، عشان نوريهولكوا على الاخر بقى. ايه رايكم بقى كده بذمتكم ودينكم؟ كده ولا الجنزاري؟ وغير كده يبقى تغيير. والله شكلها جميل والله. ال- الصوره مش مبينه السجان.